جئت كي نتحدث قليلا. تحدثنا في محضركم بما فيه الكفاية ورأينا ألطافكم. أجل يا عمر، أعترف أنني قد غضبت قليلا. ماذا؟ أنت غضبت قليلا؟ أين عدلك وإنصافك؟ أتركت شيئا من الشتائم لم ترشقني بها؟ وعلى مرأى ومسمع من جارية؟ أخرسك الله يا مختار. وهل هناك أعظم من تحقير عاشق أمام معشوقته؟ إنه الموت بنفسه. ما دامت فيك دمعة تذرفها يعني لا يزال فيك شيء من الحمية، وعلى هذا نستطيع أن نتكلم كرجلين. أعرني سمعك يا عمر بن سعد. أنا في هذه الليلة وبكل سهولة قادر على أن أوجه إليك تهمة بالدماء التي سفكتها وأقضي عليك نهائيا. كذلك أستطيع أن أقول لوالي المدائن إن عمر بن سعد في خلوته في الزنزانة انتبه إلى جرائمه ومعاصيه، فأدركته الرحمة وأحس بثقل أوزاره وهو نادم وتائب، ويستغفر الله كثيرا ويطلب منه العفو والغفران. والآن يا عمر أمامك طريقان، أحدهما الموت والثاني التوبة والحياة. والآن قل لي يا عمر، ما رأيك؟ لا تتحاذق وتتقمص لباس الرجل الصبور الهادئ. ماذا تريد مني؟ لماذا أتيت إلى القصر وكيف دخلت إليه؟ فك قيودي كي أتكلم بحرية. القيود في يديك ورجليك وليست في لسانك. وإن لم أتكلم؟ سأحشر معك في زنزانتك ابن منصور البيطري، ثم أوصي لك بقبر واسع لترتاح فيه، فما رأيك؟ من هو ابن منصور البيطري؟ يبدو أن كثرة المعاصي أفقدتك الذاكرة. الآن لم تعد تعرف من هو ابن منصور يا عمر بن سعد؟ أذكرك أن ابن منصور هو أخو تلك الفتاة التي للأسف عمدت إلى خداعها فانتحرت، وقد حاول قتلك ذات مرة، لكنك استطعت الإفلات من يده ونجوت، فأحرق بيادر حقولك وهو الآن في السجن بتهمة الحرائق، لكنه لا يزال يتحرق لزيارتك وهو عازم على قتلك لا محالة. سيتحمل جريرة قتلك بفخر وغرور، وبعدها تعرف ماذا سيحصل؟ بعدها سيشاع في البلاد كلها أن عمر بن سعد بن أبي وقاص فاتح بلاد فارس والبطل المقدام والشجاع قتل بتهمة التجاوز على أعراض الناس. ما هو رأيك يا عمر بذيوع هذا الخبر وبهذا الصيت العظيم؟ قل لي، أيرضيك هذا؟ أنت قل لي، أي شيطان أنت؟ حسنا، أنت هزمتني، ويحق لمعاوية أن يخشاك يا رجل، لأن وقوفكما أنت وعمك يصعب الأمر. لذلك قد بعثك لتسهل عليه هذا الصعب يا عمر. هذه تهمة حمقاء. أنا جئت لحاجة في رأسي ولا علاقة لها بمعاوية. يبدو أنه لا تنفع معك المعاملة بالتي هي أحسن. اسمع إذن يا عمر، قد يكون اعترافك ينفع عمي في أموره الإدارية، أما أنا فلا أريد أن أضيع وقتا معك، وهذه هي الفرصة السانحة كي أتخلص نهائيا منك ومن شرورك إلى الأبد يا عمر بن سعد. اسمعني جيدا يا مختار، أنا مبعوث معاوية وقد جئت للقصر كي أقتل ابن علي. أهذا ما تريد سماعه؟ إن هذا مضحك حقا. هل من الممكن أن تدخل إلى هذا القصر كما تدعي يا ابن أبي وقاص وهو محاط بعسكر من الحرس والجنود وحدك؟ ولما لتقتل الحسن بن علي؟ اللهم إلا إذا كنت جننت. لعنة الله على الشيطان. ولماذا على الشيطان؟ عليك أنت الذي يعطي دروسا للشيطان. يا مختار،
أنا ما جئت للقصر مبعوثا عن معاوية، فإن لم تقنع فاذهب أنت وابن منصور هذا وافعلا ما شئتما. أنا جئت لهذا القصر كي أقنع قلب القصر. أنا جئت من أجلك، أعني المختار الذي يخطط للوصول إلى الحكم على العراق. أفهمت ما أعنيه الآن؟ يا مختار، دع التمسك بأذيال ابن علي الممزقة وانتهز الفرصة. إن معاوية سيعطيك ابنته مقابل ابن علي. أتعرف أن تكون صهر معاوية يعني ماذا؟ يعني ملك العراق. لقد ضيعت فرصة بزواجك فلا تضيعها ثانية. وما نفعك من هذه الصفقة؟ أشياء كثيرة وأقلها جارية. اغتنم الفرصة يا مختار. أقسم بالله إن مقاومتكما أنت وعمك لا تجدي نفعا، فمعاوية عازم على الهجوم على المدائن ولا أحد يستطيع صده. العراقيون قد انسحبوا من الميدان، وأنا أعلم أنك منذ سباك كنت تحلم في الحكم على العراق، فإلى متى تريد أن تشغل نفسك بالأرض والمحراث؟ أنت قد بلغت سن 40، فإن لم تتحرك اليوم فقد تفوتك الفرصة. تعال نسلم الحسن إلى معاوية قبل أن يسبقنا أحدهم، فنحن لا نريد أن نقتله، ومعاوية أيضا لا يريد قتله، لأنه يخشى رأي العامة، فلا يريد أن يلطخ يده بدم ابن رسول الله. ثم إنني أستطيع أن أحصل على أمان على حياة الحسن من معاوية. أغلق فمك. هذا ما كان يجعلني أنزعج منك منذ الصغر. كنت دائما تحسب نفسك ذكيا والآخرين لا يفهمون شيئا، وهل مثل هذه الترهات تخفى على مثلي يا ابن سعد؟ إن كنت شجاعا يا مختار ففك قيودي لأريك ما هي الشجاعة. ما أشأم هذه الليلة، أنا أسمع نعيق البوم. أنا خائفة كثيرا، أخاف أن يضعف عمر بن سعد تحت التعذيب فيدلي بكل شيء. ماذا اقترفتِ من الأمور أيتها الشيطانة؟ ماذا بينك وبين عمر بن سعد من أسرار؟ يا ويلنا، لو عرف أخي المختار ماذا خططنا من مؤامرة لقطع عنقينا من الأذن إلى الأذن. أي نوع من الدسائس؟ لماذا أنت خائفة هكذا؟ لقد أخفتني بكلامك كثيراً. تكلمي بسرعة أيتها المجنونة. ماذا بينك وبين عمر وأنا لا أعلم به؟ لا شيء، صدقيني، لا شيء يا عزيزتي، أنت أمينة أسرارنا. فلماذا الاضطراب إذن؟ ألم تسمعي أن عمر بن سعد جاسوس لمعاوية وقد جاء إلى القصر بمهمة؟ وما شأننا أنا وأنت باتهام عمر؟ أخبريني، من الذي أدخل عمر بن سعد إلى القصر؟ نارية، هيا قولي لي شيئاً. ألست أنت زوجة أخي المختار؟ أنت التي ألبسته زي النساء وأدخلته إلى القصر. لكن لا تلوثي صحيفتي بأكاذيبك. من أين لي أن أعلم أن عمر بن سعد جاء للتجسس إلى هنا؟ ظننته جاء ليطلب يدك. ألا لعنة الله علي، ماذا فعلت بنفسي؟ فأي تراب أعثوه على رأسي لهذه المصيبة؟ أحقا أنه هارون بن منصور البيطري؟ حسنا يا هارون بن منصور، أليس من المفروض أن تقتل عمر بن سعد؟ سيدي، ما الأمر؟ أيقظتني في منتصف الليل لتقول لي هذا الكلام؟ نحن سمعنا أن حاكم المدائن رجل عادل مثل صاحب أهل البيت سلمان الفارسي، وفي حكمه يعيش الكل في أمان ويعطي كل ذي حق حقه. كل ما سمعته صحيح بلا مبالغة. لما تظلمني في هذا الوقت من الليل؟ إذا أجبتني ستعرف ماذا أقصد وستعرف الحكمة من هذا الإزعاج. ولكن أنا لم أقصد قتل عمر بن سعد، إنما قصدت أن ألحق به الأذى والعار، وسأفعل ذلك لو بقي يوم واحد من عمري. لا بد أن ألحق به العار، وسأجعله عبرة لمن يعتبر، ولتفعل العدالة بي ما تفعل، فلست أبالي. لعلك تظفر بغايتك هذه الليلة. أحقاً؟ هذا ممكن. قف وراء الباب يا منصور إلى أن أناديك.
مختار، أقفل الباب جيدا. ماذا قلت؟ قلت أحكم معلاق الباب يا مخادع. أخشى أن يعرف صوتي فيجن جنونه. ألم ترى كيف كان ينظر إلي شزرا؟ مختار، يا مختارنا العزيز، أنا أعترف بأنك أفضل منا ذكاء وعقلا، بل أفضل من الإنس والجن. هل هذا يكفي يا سلطان العقل والذكاء؟ يجب أن تقول كيف وبمساعدة من دخلت إلى القصر. هل تعرف سليمة العمياء؟ تلك الدلالة في أيام مراهقتنا وبلوغنا الحلم. فالدخول إلى هذا القصر لهو أسهل من التشرف في محضر سليمة العمياء. دعك من هذه الهوامش التافهة. بين أفراد هذا القصر لا شك أن لديك أعوانا أوفياء قد ساعدوك على الدخول. أريد أسماءهم فردا فردا. هل يمكن أن يكون خائنا بحبه؟ إذا باعك سيبيعني أنا أيضا. المختار الذي أعرفه يستل الكلام من الحجر. ليتنا لم نقم بإزعاج ذاك الرجل المشؤوم. ليتنا عملناه برفق ولطف. إهاناتنا لكيان أثارت حفيظته المختار وجرحت مشاعره وحرضته ضد عمر بن سعد. هذا ما حصل. انكري ذلك. قولي إن عمر بن سعد سرق الثياب، أو قولي إنه اشتراها. إذا اعترف عمر بن سعد فكيف أنكر أنا؟ قولي إن عمر بن سعد يكذب، وذلك لأنه رأى حبه يتلاشى على يد المختار، فأراد أن يحطم حب المختار بالدسيسة والافتراء. المختار يحبك كثيرا فيصدق ما تقولين. إذا عرف أننا جرحنا مشاعره سيقطع حبل حبه كليا. وهكذا أكون أنا التي قد دفعت غرامة حبك. رحماك يا الله. هات خمرة من الحبر ومآتي الأذرع من الجلد لتكتب أسماء أعواني. كل خدم القصر ما عداك أنت وعمك. أضف إليهم يا مختار قادة جيش ابن علي المقربين والأباعد، جميعهم من أعواني. أما أنا فقد دخلت القصر بإبداعي الشخصي، بزي نسائي وقليل من التدلل والتمايل. وفي نظام الحكم العلوي لا يجوز شرعا أن يفتش الرجال النساء. وبهذه الطريقة دخلت إلى القصر، وقد استقبلني الحارس من حناءة احترام وإجلال. هل اقتنعت أو آتيك بأدلة أخرى؟ خدع مثل هذه لا تأتي إلا من مثلك يا عديم الحمية والكرامة والشرف. حقا إنك عار على الرجال، فلم أسمع ولم أرى مثلك طوال حياتي. حسنا يا بنت سعد، قولي لي أين هي آثار التجميل والتزويق؟ لماذا لا تتزوقين مثل الراقصات وتديرين في هذه المدينة التي تعج بالناس ماخور فساد أنت وسليمة العمياء؟ إن ذلك سيدر عليكما ربحا أوفر وأفضل من التسول على باب القصر الأموي. هذا هو الحبل الذي وضعه الحب في عنقي وهو مؤلم. هذا هو الحب الذي يجعل من أبطال الميادين فئرانا في الجحور المظلمة يا مختار. كل ما أقوم به من أجل جارية. كن شهما ولا تخبرها بهذا السر. بالنسبة إليه هي ميتة منذ الآن. جارية ميتة في نظرك، لكنها أصبحت طائرا حرا، حطم قفص المختار وحلق عاليا في الفضاء. وما أدراك أنت؟ لعل الأقدار ساعدتني كي أصطادها. أنت تحلم بلا شك. ماذا لديك من الألغاز والطلاسم بلا حل؟ سمعت كل ما كنت تريده. آراؤك هذه قد تنفع عمي في معاملاته السياسية والشرعية ليظهر بها أمام خصومه ويكون في موقف قوي. أما أنا وأنت فبيننا حسابات تحتاج إلى جولات وجولات. لا حسابات بيني وبينك. أبي وأبوك هما قائدان وفاتحا إيران، وأقسم بالله إن روحيهما ستتعذبان تحت الثرى عندما نتقابل أنا وأنت، متخاصمين ومتعطشين لدماء بعضنا البعض. فلما هذا العداء يا مختار؟ وقوفك إلى جانب ابن علي لا يغير شيئا. تلك العدالة التي تريد أن ترى الولاة قريبين من الرعية وفي خدمتها ومعتمدين عليها.
لكن نتائج الاعتماد على الناس خطيرة جدا يا مختار. هاجموا مخيم الخليفة فنهبوا ما فيه وأوقفوا خطبته واشتروا ذمم القادة، ومن ثم قصدوا حياته. أتعلم لماذا أنا ابتعدت عن الفريقين؟ لأن بني أمية وبني هاشم من صلب واحد، بصرف النظر عن أنك أنت وعمك من قبيلة معروفة. لكنني على يقين إذا قام الحسن من إصابته سيعاقبك على أنك عاملت الناس بعنف وقسوة. لماذا تضغط على نفسك؟ هذا كله بلا فائدة، فأنا أعلم أن قرارة نفسك تؤيد ما أقول. لا تنسب نيات قلبك المريض إلي يا ابن سعد. أنا أعرف سجاياك جيدا. هل تتذكر أيام المكتب والشيخ وكيف كان يوصينا ويقول: يا أولاد، إذا أراد المختار أن يكون قائدا عليكم فتقبلوا، لأنه خلق ليكون قائدا لا مقودا. وكنت دائما معاديا لي، كنت تكرهني، وقد كسرت أحد أسناني، ومرة لويت معصمي، وأخرى كدت تكسر رقبتي. لماذا؟ لأنني يا فاقد الأخلاق كنت أرى في عينيك الجاحظتين شهوة الجاه وحب المناصب. لم تكن أقل مني حبا للجاه والمنصب، أي أننا نحن متشابهان في الطموحات. لذا لا أستطيع إلا أن أكرهك. إلى أين يا ابن عمي؟ تعال وفك قيودي أيها الأحمق. على روح المختار بن عبيد الثقفي. الفاتحة. لم ترفس الباب؟ هل رأيت يا عزيزتي على فم عمر بن سعد قفل لا مفتاح له غير عيون جارية؟ مختار، ما بك؟ هل تريد عشاء؟ لقد تناولت من طبخكما في أول هذه الليلة. أنت غاضب من تصرف جارية؟ جارية منذ هذه الليلة كالغريبة في هذا البيت. سلوكها المهين مع كيان فرق ما بيني وبينها تماما. جارية لا تزال صغيرة مختار. ناريا، منذ هذه اللحظة لا أريد سماع اسمها في هذا البيت أبدا، حتى من لسانك. أين ضربي؟ الوقت قريب من الفجر، لابد أنه نائم. أيقظيه، أنا منهك وأحتاج إلى تدليك. لقد نذرت خروفا إذا مرت الليلة بسلام. ما رأيك جارية؟ أنت تهلوسين. أراك تترقصين فرحا أيتها اللعينة. لو تعلمين كم قسيت من الألم، والنتيجة تمت لصالحي. أتعلمين أن المختار أطلق عنانك بصورة غير مباشرة؟ الآن أنت تستطيعين أن تفكري بعزيز قلبك عمر بن سعد. أيطلق المختار سراح عمر؟ ربما يفعل. إذا رأيت المختار منهكا فهذا يعني أنه مهزوم. وحسب ظني أن عمر قد كسب اللعبة الليلة. أنت صياد الأسود والفهود، أليس من المؤسف أن تذهب لصيد الثعالب؟ هؤلاء القوم ثعالب جرباء، إذا رأوا الميدان خاليا يكثر رجزهم. أقسم بالله يا سيدي المختار إن ضوضاء هذه الثعالب الماكرة في ظلمة الليل هي التي أقعدت ابن علي أرضا في ذلك الوقت. حتى أنت إذا ذهبت للميدان إن لم يستطيعوا أن يجرحوا جسمك بشيء فسوف يصيبون قلبك. لم أكن موجودا حين تنازلت أنت وابن سعد. في أول الليل كانت سيدتي قد أرسلتني لأخبر عمك، فرأيت قنبرا هناك. لو رأيته كيف كان يتحرق ويطلق الزفرات والدموع مما جرى على سيدي الحسن. تمنيت لو جلست قبالته لأبكي بكاء شديدا يا سيدي المختار. قنبر؟ أي قنبر؟ قنبر غلام الإمام علي.
وماذا يفعل قنبر في المدائن؟ لقد جاء مع السيدة جعدة. جعدة؟ نعم، جعدة زوجة سيد الحسن. تقصد جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي؟ إنها هي، جاءت تزور زوجها سيد الحسن. اسمعوا، شعرة من جلد ثور غنيمة. يعني نحن من الثئران يا حضرة الوالي؟ الأمثال تضرب يا صاحب الكرم. حمل أو حملان قمحا وحمل أو حملان شعيرا في عين كريم مثلك هي شعر أيها الوالي. أرجو أن تسمح لي بأن أطرح هذه الشعرة من زكاة السنة الآتية يا سيدي. دعنا نحسبها من الديون المتراكمة عليكم، أما الديون الشرعية فلا يمكن أن تسلف مسبقا. أما تزال ساهرا يا عم؟ كنا نتفاصل مع الإخوان لعلهم يهيئون شيئا من المونة للجيش في الصابات. وماذا فعلت أنت يا ولدي؟ هل اعترف ابن سعد بشيء؟ أجل، كان قد دخل القصر بزي النساء. يا للعجب، أي حيوانات قذرة! يجب أن نعين النساء لتفتيش النساء يا عماه. سمعت أن زوجة الإمام، أقصد زوجته جعدة، قد جاءت إلى القصر. نعم، السيدة جعدة قد جاءت. هي سيدة صالحة عطوفة جدا، تحملت عناء السفر لتعتني بزوجها وتقوم بواجبها. وهذا هو الصحيح، أن يكون من بيت الإمام، أن يكون هناك أحد إلى جانبه ليرعاه. هل أستطيع أن ألتقي بها؟ متى؟ الآن في الحال. ما الداعي لذلك في هذا الوقت من الليل؟ حسب ما تعلم، بين الأشعث بن قيس والد جعدة وعمر بن سعد صداقة قديمة جدا، وكلاهما كما نعلم من رجال معاوية. وقد يكون بين مجيء عمر وحضور جعدة إلى القصر علاقة ما يجب أن نكتشفها يا عماه. استغفر الله يا مختار، إن بعض الظن إثم كبير. جعدة زوجة الإمام المخلصة، ومشربها مختلف عن مشرب أبيها. يا عماه، أنا أيضا لدي في بيت إحدى هؤلاء النساء الصالحات. هي ابنة ثمرة بن جندب، لكن بعض سلوكها الجاهلي يجننني أحيانا كثيرة. يجب اتخاذ الحيطة من الأصدقاء. ماذا نختلق من حجة لزيارتها في هذا الليل؟ لقد كانت مرهقة عند وصولها من السفر. أعتقد أنها نائمة الآن، وأخشى أن تنتبه لسوء ظنك. لا تظن أنني لا أعرف ما أريد. أنا لا أزورها كي أحقق معها. ينبغي أن نتحدث معها بأسلوب يجعلها تثق بنا وتحسبنا مستودع أسرارها. فإذا تحدثت قد أعرف سرها من فحوى كلامها. إذن اصبر حتى صلاة الصبح. حسنا، لا حيلة لي إلا أن أصبر. إذن أنت هو المختار الثقفي؟ نعم سيدتي، أنا فخور وممتن لأنك أتحت فرصة الزيارة لي. أهلا وسهلا بك في القصر الأبيض في المدائن. أهلا وسهلا بي. وهل يحس الإنسان في ديار الجهلة بشيء غير الهلاك؟ في المرة الأخيرة التي التقيت بها الإمام الحسن قلت له أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا يا سبط النبي، أرجو لك وقتا طيبا، فتبسم وقال: جزاك الله خيرا
حيث تتمنين الموت لي. إن هذا تلميح عجيب. لقد ذكرني بكلمة فزت ورب الكعبة. من يكن نظره مشدودا إلى عالم الملكوت يحتقر عالم الأرض والناسوت. أين حلقات الملائكة السماوية من حلقات الغيلان والوحوش الأرضية؟ سمعت من السيد الوالي أنك طلبت زيارتي لأمر هام، فما هو يا مختار؟ في الحقيقة يا سيدتي حصلت لي سعادة غير مطلوبة أن أتولى أمن المدائن والحفاظ على سلامة الإمام. ومن الذي أرغمك على ذلك؟ عندما جيء بالإمام مصابا أحضرني عمي الوالي إلى القصر على الفور وقال لي: لقد صار الناس الموثوق بهم كالكيمياء، وطلب مني أن أقف إلى جانبه. فوافقت على ذلك وقلت له: لبيك يا عم. من يتقبل مهمة أو مقاما مجبرا لا يتحمس لحفظه، وقد يقصر في أداء واجباته وحفظ حياة الإمام وسلامته. تحتاج إلى أناس يتقبلون المهمة برغبة وشوق ويتعاملون مع الله بالإيثار بالأرواح. كلامك فصيح وبليغ يا سيدتي. أما دليل عدم رغبتي فهو الخوف من شيطان النفس، وأنا بكل صراحة من الذين لا يريدون أن يدرج اسمهم في قائمة الذين يعملون في سبيل الله، ولكن في النهاية يقفون على أبواب الشياطين. ماذا كنت تعمل قبل أن تتولى أمن المدائن؟ في الزراعة يا سيدتي. بعد حرب صفين انتقلت من الكوفة إلى المدائن وامتهنت العمل في الزراعة. قل لي ماذا تريد مني يا مختار؟ لابد أنك تعلمين أن معاوية وضع 1000 دينار شامي وابنته لمن يقتل الحسن بن علي. نعم، سمعت ذلك. إنها جائزة مغرية. نعم، هذه الجائزة جعلت مهمتي صعبة للغاية وحرمت علي الطعام والمنام. أي غفلة تجعل شيعة الإمام في عزاء عظيم وتذهب بماء وجهنا الذي حافظنا عليه 40 عاما. فإذا كانت سيدتي عازمة على الإقامة في المدائن وهي تحل أهلا وسهلا، أرجو أن تساعدنا في هذا الأمر الخطر جدا. وهذا هو أقصى ما نتمناه ونرغب يا مختار. ما المطلوب مني؟ تصوري أن كل حشرات هذا القصر عملاء للعدو، وأنياب البعوض والزنابير والذباب فيه تحمل سم هؤلاء الأعداء. وعلى هذا عليك ألا تلتقي بأحد قبل المشاورة مع عم الوالي، وألا تعطي طعاما للإمام إلا من يد عمي. هل الخطر قريب منا إلى هذا الحد؟ مع الأسف أجل. دخل في الليلة الماضية إلى القصر جاسوس بزي النساء وقد ألقينا القبض عليه، وهو رجل معروف من ذوي الجاه، وقد تنازل عن شرف رجولته طمعا في وعود معاوية. لابد أنك تعرفيه. إنه عمر بن سعد بن أبي وقاص. عمر بن سعد بن أبي وقاص؟ أجل، ابن القائد والفاتح العربي. تبا لهؤلاء المهووسين بأطماع الدنيا الذين قتلوا روح المروءة. كنت أظن أن الرجل قد يبيع دينه، لكنه لن يبيع غرور جاهليته. يا أيها الفلاح العطوف الأمين، كنت قد بنيت في قلبي قلعة من الصبر والتوكل، لكنك أطحت بها بأخبارك هذه. إذن لم يبق أمام الإمام الحسن إلا طريق واحد، وهو أن يسلم ببيعة الخلافة لمعاوية. ما الذي تنوين فعله يا سيدتي؟ علينا التحدث مع الإمام الحسن لنقنعه بالصلح مع معاوية، إذ ليس معاوية أخطر من كفار قريش.
الذين عقد النبي صلح الحديبية معهم، وما أشبه الليلة بالبارحة. أرى من الواجب أن أقول لك لا تتعجلي يا سيدتي. لقد نزف الإمام كثيرا ولم يعد يتحمل الأخبار المؤلمة والمزعجة، والحديث عن الصلح مع معاوية لا يقل عن الإصابة بخنجر ابن سنان. تريثي يوما أو يومين كي تتحسن حاله. ألا لعنة الله على هؤلاء القوم الجهلة السفلة الذين هدموا قصر أمالي وبددوا أحلامي. ناشدتكم الله اتركوه بحاله. معاوية أرحم من أن يشهر السيف على سبط النبي الجريح. بالله عليكم لا تذكروا الحرب أمامه ولا تدق طبولها عند أذنيه. امتطوا خيولا سابقة وانطلقوا كأنكم على متون الريح. ناموا قليلا وسيروا كثيرا. لا وقت لدينا على الإطلاق. أنت إلى الشوش وأنت إلى الأهواز، وأنتما الاثنان سيرا معا إلى عراق العجم. إياكم والفشل، وتذكروا كلامي جيدا. الأمر سري للغاية، ولا ينبغي أن يعرف أحد بشيء حتى من أهل بيتكم، والله ولي التوفيق. وأما أنت أيها البطل كيان، اصطحب قافلة المون والعليق واذهب إلى الجيش في الصابات، وأشرف أنت بالذات، أشرف على توزيع الميرة إشرافا تاما كي لا يضيع حق أحد على الإطلاق. ولا تنسى الأخبار السارة التي ترفع عاليا من معنويات الجنود. أين أنت يا كيان؟ انظر إلى أبي إسحاق، إنه ليس على ما يرام. ليتك لم تفاتحه بأمر مع جارية في هذه الظروف الحرجة أيها الأمير. أبو إسحاق اليوم ليس كأبي إسحاق الأمس. اذهب يا كيان، ولا تقلق على أبي إسحاق. لا شك أن أبا إسحاق اليوم هو أكبر من أمسه بيوم واحد، وقد ازداد تجربة. نعم أيها الأمير. هل التقيت بجعدة يا مختار؟ وماذا عرفت عنها يا ولدي؟ قل لي، أنا لا صبر لي. مختار، اسمع يا مختار، الأفضل لك أن تلزم حدك. أنت وعمك لا تستطيعان الوقوف في وجه جيش الشام. أنتما خلصا نفسيكما، وأنا سوف أخلص زوجي. أنا سوف أخلص زوجي، سأخلص زوجي. يا عماه، نحن قد خسرنا الحرب. ماذا تعني بأننا خسرنا الحرب؟ أي حرب؟ إن السيدة جعدة تتكلم بنفس لهجة عمر بن سعد. هي لديها مهمة بإقناع الإمام بالصلح مع معاوية. هذا يعني أن الإمام بات الآن غريبا حتى في بيته ولا معين له. لقد فات الأوان يا عماه. فلما هذا الإلحاح على القتال ضد جيش بعدد الحصى والرمال، ويملك فوق كل هذا الأحمال من الذهب والمال، وفي الخداع لديه جيش من الشياطين؟ هل أصبت بالجنون يا مختار؟ هل بهرتك السيدة جعدة مع عمر بن سعد؟ اسمعني جيدا، إن الذين وقفوا ضد رسول الله في معركة بدر ومعركة أحد والخندق لم يكونوا أقل من جيش الشام عدة وعددا ومالا، وكان البدريون ثلث الكفار والمشركين. أجل، كانوا ثلث الكفار، ولكن كانوا قد طلقوا الدنيا وعشقوا الشهادة.
أما اليوم فلم يبقى إلا عدد الأصابع من الهاشميين وأنا وأنت. سنجهز جيشا من الشيعة في الشوش والأهواز وعراق العجم يا مختار. إصرارنا هذا بلا فائدة أبدا يا عماه. إن الذين يدعون حب ابن رسول الله لديهم حجة قاطعة، ألا وهي الصلح، صلح الحديبية. وإني لعلى ثقة أن الإمام عندما ينهض من جراحه سوف يقنعونه، فما دام هناك فرصة فلنستبق الأحداث ولنصالح معاوية. لا أصدق أن هذا الكلام يخرج من فم ابن رجل كان قد اغتسل غسل الشهادة وبرز إلى الميدان. أنت تطلب مني أن أترك ولائي لعلي بن أبي طالب وأذهب إلى معاوية، وأنا في هذه السن وعلى حافة القبر؟ لا، هيهات هيهات. والله إن هذه الحناء التي على يدي ما هي إلا حناء الشهادة. وأسفاه وحسرتاه يا مختار، لقد أحرقت قلبي بكلامك المؤلم هذا. كنت أمني نفسي بأن لدي ولد أسد شجاع بسيفه القاطع وصرخته المدوية وقلبه المليء بالإيمان سيبيض وجهي عند ابن رسول الله. يا عماه، أقسم بالله لو أمرتني الآن أن ألبس كفنا وأنام في قبر لفعلت. صدقني، لا أريد لهذا القصر الأبيض أن يصبح قبرا لعمي العزيز، ولا شك عندي أن لا فائدة من هذه الوقفة، هذه الوقفة التي لن تغير شيئا من مصير هذه الحرب. وإن الصلح حتمي، ومعاوية لن يقتل الإمام لا رحمة به، بل من أجل أركان حكمه ومن أجل حفظ اسمه بين الناس. أكرم بهذا العقل والدراية. اذهب يا مختار، اذهب. منذ اليوم لست بحاجة إلى سيفك ولا إلى تدابيرك. سأنهض بهذا الحمل، سأنهض وحيدا ومن دون مساعدة أحد. اسمعوني، البشرى أيها الناس، بحمد الله وألطافه رفعت الحرب أوزارها. لقد تم الصلح بين معاوية بن أبي سفيان والحسن بن علي، ومعاوية أصبح الخليفة والحسن بن علي قد بايعه. يا أهل المدائن اسمعوني جيدا، اسمعوا جيدا ماذا سأقول. لقد انتهت الحرب أخيرا، وتم توافق والصلح بين معاوية بن أبي سفيان والحسن بن علي بن أبي طالب، والحسن بن علي قد تنازل عن الخلافة لمعاوية.
ألا تزال تسن أسنانك؟ إن الإمام الحسن قد سلم، ألا تريد أن تسلم؟ جعلنا مساكين وجعلكم سلاطين. كان الخطر محدقا بنا أيها الصباغ المشاغب. لله الحمد، لقد سلمت المدائن من نار المجانيق وعقارب الأرباض. إن الحسن بن علي بهذا الصلح أرضى الله وأفرح العباد. صلح الإمام الحسن مع معاوية بمثابة القضاء علينا. هذا شعار الأحامرة، شعار الأحامرة يا مجنون. هذا كلام محبي الإمام علي. أنا أبو نصير تاجر الغزل الذي تصبغه أنت يا مغفل. صلح الإمام الحسن ومعاوية لصالح جميع المسلمين إلا للأحامرة، فهم يكرهون العرب وقد عقدوا ذيلهم بأذيال محبي علي ليضربوا ضرباتهم في ظل حب علي. بهرام، أنت صرت لسان حال لهذه الجماعة الخاسرة. أنا وأنت نعتبر جارين، أنا أشتري كل ما تصبغه. لا تقطب جبينك يا رجل، لماذا هذا العداء بيننا؟ ضربي. نعم سيدي. تعال واجلس على الدواسة. انتبه، كن حذرا. حاضر. أراك جئت أيها المقاتل العجوز المشرد. انتهى كل شيء يا مختار، لقد تبخرت أحلامي كلها وانقضت. لما احمرت عيناك كأنهما كأسا دم؟ ليتني مت قبل هذا الذل والعار. والله هذه لم تكن معاهدة صلح يا مختار. وأخيرا ها هو الشيطان قد انتصر عليك يا كيان، فجعلك تتفوه بالكفر. خفف من غضبك واهدأ قليلا، كن عاقلا. تعال تعال واسترح هنا، فالإمام لم ير طريقا آخر غير الصلح. كانت أبواب الشهادة مفتوحة، وكان من الممكن حتما أن نفضح بدمنا ابن أبي سفيان. أنت أيضا تبدو مثل عمي لست على طريق الصواب. الانتحار حرام، وابن الرسول معصوم ولا يمكن أن يرتكب الحرام أبدا. أنا واثق تماما أن الإمام الحسن يعلم أن استشهاده لن يفضح العدو. أي امرئ كان يأمل فضيحة معاوية لن يخضع للصلح معه مطلقا، أليس هذا منطقيا يا كيان؟ وكيف يفتضح معاوية؟ ألم يصلي؟ وفوق هذا ألم يحج؟ وهل تظن أنه يرتكب المعاصي أمام أنظار كل الناس؟ قل لي، هذه الأعمال العبادية ألا تكفي للتضليل؟ تعال يا كيان، منذ هذه اللحظة عليك أن تتغير. استبدل سيفك بالمدراه لترى أنك تستطيع من خلال الزراعة أن تنال الجنة.
تم عقد الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان. والتاريخ يشهد أن المعاهدة تشتمل على 5 شروط أساسية، وأهمها وأولها ألا تكون الخلافة وراثية. وفي هذه الوثيقة اشترط معاوية على نفسه أن لا يعين خليفة على المسلمين من بعده. لماذا أنت مهمومة يا وردتي؟ أفكاري مشوشة على المختار يا خالتي. ولماذا؟ لقد سلم المختار تسليما كاملا. لم يصطلح بعد مع عمر بن سعد. لو لم يصطلح لما وافق على زواجك من عمر بن سعد أبدا. إن أسرارنا وعويلنا الدائمين أنا وزوجته أرغماه على الموافقة. هو يكره عمر بن سعد كثيرا ويتمنى له عاجل الموت. ما أن تتم الخطبة حتى يصبح المختار وعمر بن سعد قريبين، وعندها ستزول الأحقاد من بينهما. وأنت بدلا من التجاهم وجهي عينيك الناعستين نحو عمر بن سعد لتؤثري فيه. أخشى أن يكون المختار قد جرح غروره يا خالتي، وأخشى عندئذ أن يهدم المختار البيت على رؤوسنا جميعا. المختار لا يكون خطرا إلا حين يكون السيف في يده، أما وهو يحمل المسحات فهو لا يؤذي حتى نملة، صدقيني. أتمنى ذلك من كل قلبي يا خالة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.